5 حاجات بس لو عملناهم للفراخ البلدي في عز الحر هنحميهم من الموت المفاجئ. كتير جدا ناس بتشتكي او بتخاف من فصل الصيف علشان الفراخ بتموت من غير سبب، بتموت فجأة. اسباب بسيطة جدا وحاجات بسيطة جدا لو اهتمنا بيها هنقدر نطلع بدورة الفراخ في عز الحر وفي عز الصيف مهما كان المنطقة اللي احنا فيها. حتى لو احنا في اكتر مناطق حرارة، حتى لو احنا في مناطق درجة حرارتها عالية جدا. اسمعي الفيديو ده وشوفوا الخطوات. هم 5 حاجات بالظبط لازم نهتم بيهم. اقولك المشكلة ونعالجها ازاي فورا ونحلها ازاي، وان شاء الله يبقى عندنا اكبر مزرعة بدون اي مشاكل نهائي مهما كان الجو حر. اكتر حاجة واهم حاجة هقول شوية حاجات الناس بتخطأ فيها والحلول اللي احنا هنقولها، وبعد كده هنشرح بالتفصيل ازاي المشاكل دي ممكن نواجهها، زي التهوية، زي المشروبات الضارة اللي ممكن الناس تحطها في الصيف وتضر الفراخ وتسبب موتها، زي مشكلة المية، زي مشكلة التنفس نفسه، الأعداد المتكدسة، التربة أو الأرضية نفسها في مشاكل، زي عدم الاستخدام حاجات معينة للتخفيف الحرارة وتظبيط درجات الحرارة. نبدأ بقى الفيديو مع بعض كده ونسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة معانا أهم حاجة خالص خالص هي التهوية. اكبر غلطة الناس بتقع فيها كتير قوي انهم بيقفلوا الشبابيك، بيكونوا خايفين على الفراخ بتاعتهم من تيارات الهواء، والكلام ده ما ينفعش في الجو اللي احنا فيه ده ولا في فصل الصيف. الكلام ده نمشي عليه في الشتاء، في الخريف، في الربيع، انما في الصيف لا. الصيف مفيش الكلام ده، بالعكس بقى احنا لازم نفتح الشبابيك ونهوي المكان ونعمل كمان حاجات تقلل من درجات الحرارة. لان التقفيل الزيادة ده بيخنق الفراخ وبيموتهم بالبطيء بسبب زيادة ثاني اكسيد الكربون في المكان اللي بيقتل الفراخ بتاعتنا ببطء. والحل اننا نفتح الشبابيك ونستخدم حاجات تقلل درجات الحرارة، زي مثلا شفاطات، زي خلايا تبريد، زي مروحة بس ما تكونش مباشرة على الفراخ، زي اننا نرش المكان. وهنقول نرش بايه وازاي في النقطة اللي جاية لما نيجي نتكلم عنها بالتفصيل. تاني حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها هي المية والمشروبات اللي بتتقدم، والناس اللي بتعمل وصفات بالخطأ في الصيف ما تناسبش الجو ولا الحرارة. يعني ما ينفعش احط حاجة عشان تزود الوزن وتزود حيوية الفرخ، اتفاجئ بان هي عملت هبوط مفاجئ في الدورة الدموية وهبطت الفراخ وفرفرت مني الفراخ وماتت فجأة ومرة واحدة. المهم جدا ان انا اخد بالي ايه اللي يتحط بالنهار وايه اللي يتحط بالليل. لما اكون بالنسبة للمية دي في ليها كذا حاجة، يعني في كذا نقطة مهمين قوي، وركزي معايا واكتبي بورقة وقلم كمان. اولا المية لازم تكون باردة، يعني ما نسيبهاش تسخن قدام الفراخ ويشربوا مية سخنة. ثانيا تكون نظيفة، ما نسيبهاش تكون غيرت او بقت مش كويسة والفراخ تشرب منها. ثالثا لازم نحط فيها ايه بالنهار ونحط فيها ايه بالليل، ودي من الحاجات المهمة. عايزة فراخك تفضل دايما حيوية وجميلة وسعيدة ومبسوطة ودرجة حرارة جسمها حلوة، نحط لها الصبح ليمونة على المية، معلقة كبيرة من الخل الأبيض العادي على لتر مية، معلقة كبيرة من خل التفاح على لتر مية. اعمل كركديه، الكركديه المنقوع، يعني شوية كركديه كده ننقعهم في مية ونقدمه للفراخ بتاعتنا. الحاجات دي كلها تتقدم الصبح من الساعة 8 لحد الساعة 12 الظهر. بعد كده في عز الحر بقى احط مية باردة بس، اثناء الحر احط مية باردة بس. اما لو هحط وصفات لزيادة الوزن، وهقولك برضو دلوقتي عشان احنا بما اننا بنتكلم عن موضوع المية وعلشان يبقى الموضوع كله متكامل ما شاء الله، احنا هنحط ايه علشان نزود الوزن بتاع الفراخ وامتى. هنحط الحاجات اللي بتزود وزن الفراخ بالليل، يعني من بعد العصر تقدري تحطي مثلا شوية لبن بودر، معلقة لبن بودر على لتر المية، تحطي خميرة وعسل
تحطي دي كل يوم تحطي حاجة. خميرة فورية معلقة صغيرة كده، ومعلقة عسل أبيض أو عسل أسمر، وعليهم معلقة زبادي. هتلاقي الفراخ بتاعتك يومها ب10. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين دي الفراخ بتاعتنا اللي احنا ربيناها مع بعض من اول عمر يوم. هن دلوقتي ما شاء الله عندهم شهر. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. لو تاخدوا بالكم بقى الناس اللي هي بتركز انا عملت ايه علشان الحر، اولا نقلتهم في مكان تاني، او هما زي عددهم صغير بس انا بحبهم يكونوا واخدين راحتهم. وكمان نتفت الريش بتاع الفراخ. فايدة نتف الريش مش قصه، نتف الريش الفراخ مجرد ما تكمل شهر أو 25 يوم ببدأ إن أنا أنتف الريش بتاع الفراخ، لأن ده بيساعد على تجديد الدورة الدموية، بيساعد على إن الفراخ تتنشط وتبقى عندها حيوية بالذات في الصيف. ده بيقلل من الحرارة وإحساس الفرخ بالحر، وبيفوق الفرخ قوي، وبيخليه يكبر بسرعة، وبيخليه الأكل اللي ياكله يبان عليه، لأن الريش بياخد كل الغذاء بتاع الفراخ. يبقى دي فوائد قص الريش. بعد كده بدأت ان انا اعزل الديوك عن الفراخ، لان لقيت الديوك ما شاء الله عمالين بقى يكسروا في الفراخ من دلوقتي، وبيأذنوا وبيضربوا الفراخ وشغلانة كده، فانا مش عايزاهم يأثروا لي على حيوية وصحة الفرخة البلدي اللي انا هسيبها تبيض. فنقيت كل الديوك اللي طلعت عندي وعزلتهم عشان أسمنهم. تسمين الفراخ البلدي، عايزة تسمني الديوك البلدي بطريقة كويسة واقتصادية جدا وتوفر لك وما تكلفكيش حاجة، اكتبي لي في الرابط عايزة طريقة تسمين الديوك البلدي، وانا احط لك فيديوهين 3 كده الرابط بتاعهم، هتستفيدي منهم جدا جدا جدا، وهيبقى عندك احلى فراخ او احلى ديوك بلدي باوزان عالية. طب اعرف الديك من الفرخه ازاي؟ زي ما احنا شايفين كده، هو الفراخ دي كلها ما فيهاش غير ديك واحد، وهو الديك اللي عنده طربوش او عرف احمر كبير ده. اما الفرخه فما فيش عندها عرف، زي ما احنا شايفين راسها ناعمه، ما فيش عليها اي عرف خالص. احيانا بعض انواع الفراخ بيكون الفرخه ليها عرف بسيط، زي ما احنا شايفين كده. الناس اللي تركيزها كويس في كذا فرخه ليها عرف بس صغير، عمره ما هيبقى زي عرف الديك ابدا. الديك عنده عرف كبير احمر، ده اللي بيميز الديك عن الفرخ. دي اكتر حاجة بتميز الديك عن الفراخ، عشان ناس كتير قوي بتقولي اميزهم ازاي. احيانا فراخ بتتميز من عمر 20 يوم لحد عمر شهر، بيبدأ نبين الديك من الفرخة. يعني يبان الديك من الفرخة من بعد عمر 20 يوم، 25 يوم، شهر، بيبان الديك من الفرخة في جميع انواع الفراخ. نرجع بقى للموضوع بتاعنا اصلا اللي احنا بنتكلم فيه، وهو ازاي نحافظ على الفراخ بتاعتنا من الحر. بتكلم لسه في موضوع المشروبات اللي هي بتغذي الفراخ، ومن اروع المشروبات اللي لازم تحطيها وهي الحلبة المغلية. معلقة حلبة واغليها على لتر مية وبردها واحطها للفراخ بتاعتي بالليل بعد المغرب بعد العشاء، واسيبهم يشربوا منها لحد الصبح. دي من المشروبات الهايلة غير المشروبات اللي قلنا عليها. كده خلصنا موضوع المية. وكمان الكركديه برضو من الحاجات اللي الجميلة في التسمين وفي تظبيط درجات الحرارة. يعني تحطيه بالليل تحطيه بالنهار، حلو جدا جدا. وممكن تحطيه طول النهار برضو يروق على الفراخ قوي قوي قوي. النقطة الثالثة بقى وهي نوعية العلف اللي انا بستخدمه للفراخ، ودي حاجة مفرحاني قوي قوي قوي، انه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بقيت الاحظ انه حتى الكبار من الناس اللي هم اصحاب المزارع بدأوا ياخدوا بالنصايح بتاعتي في ان هم يخلطوا على العلف مكونات تانية زي الدشيشة زي الردة، علشان تظبط الفراخ معاهم وتظبط صحتهم. ودي حاجة اسعدتني جدا. هم صحيح ما ذكروش اسمي ولا اسم القناة، بس مش مشكلة، المهم ان الناس تستفيد. فانك تخلطي على العلف اضافات زي الدشيشة زي الردة زي كسر الفول زي الاكل البيتي اللي احنا بنعمله. طبعا اكل البيتي انا بحطه للفراخ البلدي من اول ما تكمل عمر اسبوع، بس بمواصفات معينة زي ما احنا قايلين، يكون نضيف، ما يكونش فيه بلل، ما يكونش معجن، الكلام ده كله. وزي ما عملنا كتير وصفات للفراخ البلدي علشان نوفر ليهم في الاكل، وزي ما سمناهم بطريقة اقتصادية وجميلة جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. الحاجات دي كلها بتخفف حدة الحرارة بالذات في الصيف، لان العلف صافي حامي،
بيضعف الفرخ وبيخليه مش قادر، والفرخ اصلا بيكرهه بقى ومش بيبقى عايز ياكل. كمان المفروض ان احنا ما نحطش اكل كتير في وقت الظهر ده. وقت الظهر ده خليه بالذات للفراخ البلدي خضروات، قضيها خضروات، هيوفر لك وفي نفس الوقت هتحافظي على صحة الفرخ وهتأسسيه. ايه اروع احلى حاجات خضروات تحطيها؟ الجرجير موجود دلوقتي، الكرات ربطة او ربطتين مش هيخسروا، ب5 جنيه حبة جرجير وكرات، وتكوني مثلا عاملة عليهم شوية عيش، مقطعة عليهم شوية عيش او فركة عليهم شوية عيش وشوية علف خفيفة خالص. وجبة روعة جدا جدا وتأسيس عالي جدا لعنقود البيض بتاع الفراخ بتاعتك. الخلطات دي اللي انا بعملها دي بتخلي الفراخ في حتة تانية ما شاء الله، الله اكبر. الاكل بتاع بالليل زي ما قلنا، انا كنا بنضيف دشيشة من اول الفراخ ما كملت 20 يوم، وببدأ بيها بالتدريج. يعني الاول بحط الربع، يعني كيلو العلف احط قصاده ربع شيشه، بعد كده بقيت احط نص كيلو العلف قصاده نص شيشه، بعد كده احط كيلو علف قصاده كيلو شيشه، وخلطتهم على بعض. الفراخ دلوقتي عندي عمر شهر، هقدر احط رده. حذاري واياك تحط الرده قبل عمر شهر، اهم حاجه خلي بالك. الرده ليها فوائد جميله جدا وحلوه جدا، وبتاسس الفراخ وبتاسس عنقود البيض، وفيها كالسيوم، وحلوه جدا في الصيف. انا بحطها ناشفه على الاكل عادي، مفيش مشكله على العلف. ولكن إياك تحطيها لأي نوع طيور قبل عمر شهر. الردة ممنوع تتحط لأي نوع طيور قبل عمر شهر. يعني أفضل أقول الكلام ده لأن الخطأ ده بيقع فيه ناس كتير. طب ليه؟ لأن هي قبل عمر شهر بتكربت الفراخ. يعني إيه بتكربتهم؟ يعني بتكعبرهم، بيخليهم، أو الطيور أو البط أو الوز، لو حطيتيها لأي طيور بتلاقي حجمها صغر، بدل ما المفروض يكبر حجمها بيصغر. طيب جربي بقى تحطيها بعد ما كملت شهر، ما شاء الله تلاقيها حاجة تانية. الردة ليها فوايد ممكن احكي لك عنها من هنا ل7 سنين قدام. اولا خفيفة ورخيصة بالنسبة لنا واقتصادية، بتأسس عنقود البيض عند الطيور، بتحول اي دهون في جسم الطائر للحم صافي. لو بتحطيها لفراخ بيضة هتيجي تلاقي الفراخ البيضة متكوكة لحم، الفراخ البلدي متكوكة لحم. لو حطيتيها للبطة هتلاقي الصدر بتاع البطة كأنه صدر ايه، يعني ديك رومي. ليه؟ لان الردة بتحول اي دهون للحم. روعة جدا جدا جدا، بس ما استخدمهاش غير بشرط واحد، ان انا احطها بعد ما يكملوا عمر شهر لجميع انواع الطيور. في ناس بترش عليها مية، وده ممكن في الصيف في الشتاء. اما في الصيف فهي في اقل من نص ساعة بتكون حمضت، عفنت، ريحتها غيرت. فالافضل تعودي طيورك عليها ناشفة. طيب هياكلوها ويبهدلوها في الارض؟ لا، ما تخافيش. ولو بهدلوها في الارض حطي تحتيها شكارة او اي حاجة تحافظ عليها، او طبق كبير، بحيث يرجعوا لما يجوعوا يرجعوا ياكلوها تاني. حافظي عليها عشان ياكلوها تاني. ونركز ونخلي بالنا من المعلومة اللي هقول لكم عليها دي. اي فراخ بتنكش الاكل قوي تنكشه وترميه في الارض، اعرفي ان الفراخ دي عندها كوكسيديا ولازم تعالجيها. تعالجيها ازاي؟ علشان حبايبي اللي لسه جداد ومبتدئين، بفيلوموكس وانتينال، كبسولة وكبسولة على 3 لتر مية، وتدوبيهم لمدة 4 أيام. كبسولة أنتينال وكبسولة فيلوموكس لمدة 4 أيام. لما تكون الفراخ عندها إسهال أصفر أو بني أو أحمر أو أسود أو أخضر، كل الحاجات دي المعوي دي، العلاج هو ده. خلال 4 أيام بتكون خفت، وبعد ال4 أيام بنحط خل. عايزة أقول المعلومة كاملة عشان ما يبقاش سبت حاجة. تمام معايا يا بنات؟ تمام. وكمان حتى أصحاب المزارع الكبيرة وكل الناس وحبايبي في دول الخليج وفي السعودية في أي مكان في العالم، كل اللي أنا بقوله ده هيفيدكم جدا جدا، حتى لو بتربوا مزرعة كبيرة وكميات وأعداد كبيرة. خلط الإضافات بيفيد مش بيضر، وبالذات لو استخدمناه في العمر الصح، لأنه أحيانا الناس بتستخدم أعمار خطأ. تمام؟ بتحط في أعمار خطأ يعني. فتابعيني وتابعي القناة وتابعي الدورة اللي أنا بعملها، وإن شاء الله مع الوقت هتلاقي عندكم حصيلة معلومات خطيرة وهايلة جدا. خامس نقطة بقى، ودي من الحاجات المهمة قوي، إنه إزاي لو الفراخ بتاعتي حصل لها إجهاد حراري أعرف منين وأتصرف إزاي. ودي مهمة قوي قوي. إن لو أنا شفت الفراخ بتاعتي فاتحة منقارها وبترفع جناحاتها، او مدلدله جناحاتها ومش قادره تتحرك،
معناه انه في اجهاد حراري، عمالة بتنهج بسرعة، لازم نلحقها. مجرد ما اشوف المنظر ده لازم بسرعة افتح وهوي واجيب مية وارش على الحيطان، ما ارشش على الارضية، ارش على الحيطان وعلى الجدران وفي الجو نفسه مية بخل او عليها كلور خفيف خالص، يعني كلور مخفف جدا، علشان يمنع البكتيريا ويمنع ريحة الخنقة اللي ممكن تضر الفراخ بتاعتي. نلاحظ الأرضية ما يجيش عليها بلل وتبقى مكمكمة ومكتمة لأنها هتطلع لك أمراض تانية. أنا برش على الحيطان وفي الجو، على الحيطان وفي الجو، ما رشش على الفراخ مباشر ولا رش على الأرضية مباشر. تمام. بالنسبة للأرضية بقى مهمة قوي قوي، النقطة دي مهمة جدا. لازم العدد يكون مناسب للمساحة، ما احطش عدد كبير في مساحة ضيقة. يعني لازم التهوية العدد بتاع العنبر، سواء بنربي في عنبر كبير أو بنربي في البيت، العدد بتاع الفراخ يكون مناسب، المكان يكون واسع، الفراخ بتعرف تجري وتتحرك، المكان فيه حرية حركة، وعشان ما يكونش فيه احتكاك. كمان لازم اخد بالي الأرضية باستمرار ناشفة، ما فيش عليها بلل، ما فيش عليها أي مشاكل. طب أراعي ده ازاي؟ اما بالفرشه اللي قدامنا اللي انتوا شايفينها ديت، الفرشه بلاستيك، بتيجي كده المتر مربع بيبقى 4 قطع بتترص جنب بعضها، حلوه جدا جدا. بحافظ عليها بان انا برش عليها جير مطفي كل اسبوع مثلا. طيب انا عندي فرشه في الارض تبن بس مثلا او نشاره، بحط تحتيهم رشة من الجير المطفي. قبل ما احط النشارة او التبن بحط رشة كده خفيفة من الجير المطفي. خفيفة ليه بقى؟ لان الفراخ البلدي ما بتسيبهاش في حالها فبتنكش، فما نكترش جير مطفي عشان ما يضرش الفراخ. ممكن احط طبقة جير، احط فوقيها طبقة خفيفة من التراب، وبعدين احط طبقة النشارة او التبن اللي انا عايزاها. دي بتبقى احلى فرشة ممكن تعمليها في الصيف للفراخ بتاعتك. طب الفراخ نهجت وتعبت وفرفرت وفرهدت ومكتمة، قلنا نوسع ونفتح، وكمان نحط مشروب حلو جدا وهو فيتامين سي. بسرعة نجيب فيتامين سي ونحط على مية باردة، الفراخ لما تشرب وتفوق هترتاح جدا. مش عندك فيتامين سي اللي بنجيبه من عند البيطري، يبقى ليمونة، نعصر ليمونة على المية وهتلاقي الفراخ فاقت وراقت وبقت زي الفل. ويا سلام لو حطيتي مع الليمونة ديت مثلا معلقة عسل أبيض. لو مفيش خلاص كفاية الليمونة، بس معلقة العسل الأبيض معلقة صغيرة كده بسيطة هتفرق جدا جدا جدا. الحر يا جماعة مش هزار، الحر ممكن يموت الفراخ، ولكن بالذات الكتاكيت الصغيرة، ولكن مع الاهتمام والرعاية والحاجات البسيطة خالص اللي احنا قلناها دي كلها، مش حاجات مش مكلفة، هتلاقي فراخك بقت في حتة تانية خالص، وهتلاقي فراخك بسم الله ما شاء الله عمرها يعني سابق سنها.